أهلا بيك في قناة أنا وطفلي. ابنك بيمسك المعالق وبيخبطها في بعض أو بيقعد يدور في اللعبة كأنها كنز؟ ما تستغربيش، لأن اللعب هو لغة الطفل وكل حركة بسيطة بتعلمه حاجة كبيرة. في الفيديو ده هنعرف سوا إزاي اللعب البسيط بيفتح لابنك أبواب الذكاء والإبداع والنمو الصحي. خلينا في البداية نعرف ليه اللعب مهم لطفلك. اللعب مش مجرد تضييع وقت، ده أهم وسيلة تعلم للطفل في المرحلة دي، لأنها بتطور مهاراته الحركية وبتنمي تفكيره الإبداعي وكمان بتساعده يفهم نفسه والعالم اللي حواليه وبيعزز التواصل بينه وبينك. خلينا نوضح بمثال بسيط. لما الطفل يلعب بالعرايس أو العربيات هو كده بيحاكي الواقع وبيجرب أدوار مختلفة زي الدكتور أو بطل هيرو. ده اسمه اللعب التخيلي وده بيساعده يفهم المشاعر ويحط نفسه مكان التانيين. خلينا أشرح لك أنواع اللعب اللي تناسب سن طفلك من سنة ل3 سنين. أول حاجة اللعب الحسي، وده نوع من الألعاب بيشغل الحواس زي اللمس والشم والبصر، زي اللعب بالرملة أو العجين أو المية، والهدف منها إن الطفل يتعرف على القوامات والمواد المختلفة وده بينشط مخه. تاني حاجة اللعب الحركي، وده نوع بيساعده في تقوية عضلاته وتنظيم توازنه زي الكرة الكبيرة أو النط والجري، وعايز أقولك إن دقيقة لعب زي دي بتساوي تمرين عضلي كامل لطفلك. تالت حاجة اللعب التخيلي، مطبخ ألعاب صغير، عرايس أو عربيات إسعاف، لبس زي الدكتور أو الطيار، والنوع ده من اللعب بيظهر فيه الإبداع والذكاء بوضوح. بعد كده نوع تاني من الألعاب اسمه اللعب البنائي زي المكعبات وتركيب الأشكال أو ألعاب التركيب والفك. لما الطفل بيبني برج صغير من مكعبات هو كده بيتمرن على التفكير والتخطيط والصبر. طب إزاي تختار اللعبة الصح؟ أول حاجة لازم تكون آمنة ومناسبة لسنه. تاني حاجة تكون بتشغل أكتر من حاسة. تالت حاجة يكون فيها فرصة للحركة أو التفكير، والأهم إن الطفل يكون مستمتع بيها فعلا. تعالي بقى أقولك على أنشطة سهلة ومتجربة تعمليها في البيت. أول حاجة صندوق الكنز، جيبي علبة كرتون وحطي فيها حاجات مختلفة زي سفنجة وفرشة أو كورة ناعمة، خليه يمد إيده ويكتشف كل حاجة. تاني حاجة حكاية بالعرايس، اعملي شخصيات بإيدك واحكي ليه قصة قصيرة، ده بيطور خياله وكلامه. تالت حاجة مطبخ صغير حتى لو بكوبايات بلاستيك، خليه يقلدك في الطبخ. رابع حاجة النط على المخدات أو المراتب، اعملي له حلبة صغيرة كده من مراتب قديمة عندك وسيبيه ينط ويتشقلب بأمان. طب سؤال مهم، ألعب معاه ولا أسيبه يلعب لوحده؟ عايز أقولك إن الاتنين مهمين، لأن اللعب المشترك بيقوي علاقتكم ببعض وبيعلمه كلمات جديدة، واللعب الفردي بيعلمه الاعتماد على نفسه وحل المشكلات. فحاولي تخصصي كل يوم من 15 ل 30 دقيقة للعب المشترك والباقي سيبيه هو يبدع بطريقته. في أخطاء بتقع فيها أمهات كتير وهم مش واخدين بالهم. أول حاجة إنها تمنعه من اللعب علشان خايفة يتوسخ، أو نديله موبايل ونقول أهو بيلعب، أو نملاله وقته بأنشطة منظمة وننسى اللعب الحر. لازم تكوني فاهمة إن الطفل محتاج يلعب بحرية علشان يعرف هو بيحب إيه ويجرب ويغلط ويتعلم. هديك كمان معلومات إضافية، في دراسات أثبتت إن الأطفال اللي لعبوا بشكل حر ومنوع في أول 3 سنين بيكون عندهم مهارات تفكير أعلى في المدرسة وبيتأقلموا أسهل مع المواقف الجديدة. ما تنسيش تعملي لايك وشير وقولي لي في التعليقات إيه أكتر لعبة ابنك بيحبها، ويا ترى بتلعبي معاه ولا بتسيبيه يلعب لوحده.